ايه عارف لما تبقى نصاب وبجح وتقف قدام اللي نصبت عليه وتلعب له حواجبك ومش عارف يعمل لك حاجه؟ تعال اقول لك على اصيع نصبايه حصلت في عهد الخديوي اسماعيل. تعال احكي لك الحكايه من اولها. الخديوي اللي كان بيحكم قبل اسماعيل عمه محمد سعيد باشا. يعني اسماعيل مش هيعرف يبقى خديوي غير لما عمه يموت. حط بقى تحت الموضوع ده خط كبير قوي. عمه محمد سعيد باشا في اواخر ايامه كان قاعد في قصره في اسكندريه وكان تعبان قوي، انما بقى هو هيموت ولا هيعيش دي حاجه هو ما كانش يعرفها. في الوقت دوت الامير اسماعيل كان عارف كويس قوي بحكم ترتيبه في العيله ان هو اللي هيحكم بعد عمه محمد سعيد باشا اللي كان بيدعي ان ربنا ياخده عشان نوصل للحكم بقى، وكان مستني الخبر ده على نار. في الوقت ده وسائل التواصل ما كانتش قد كده، يعني كان في وسيله واحده بس وهي مكتب الاستخبارات التلغرافيه، وده بتبعت عن طريقه رساله فيها كلمه او كلمتين بالكتير قوي. يعني لو عايز تقول لحد ابوك مات هتبعت له ابوك مات. في الوقت دوت مدير المكتب كان عارف البروتوكول كويس قوي، ان اللي بيوصل خبر توليه الوالي للحكم بياخد لقب البكويه، ولو كان بيك بياخد لقب البشويه. في الوقت ده كان حريص جدا ان محدش يوصل خبر التولية غيره هو، ده لو كان يطول يروح اسكندرية ويموته كان عملها. قعد لمدة 48 ساعة متواصلين صاحي. اول ما حس ان هو بيسقط وخلاص مش قادر، راح جاب واحد من اللي كانوا شغالين تحت ايده، قال له بص يا ابني انت هتقعد هنا قدام الجهاز وانا هريح لي حبتين، اول ما يجي الخبر تصحيني، وبص يا عم ليك عندي 500 فرنك، يلا ان شاء الله ما عن حد حوش. راح قال له ما تقلقش يا باشا، نام وارتاح وحط في بطنك بطيخه صيفي، ده وراك رجاله، ده انا ابن الشركه. بس هو كان ابن نصحى بصراحه. قعد قدام الجهاز واستنى الخبر يجي، واول ما جه الخبر راح صحى المدير. عليك واحد ضحكت عليك. بصراحة هو خد الخبر وراح على قصر اسماعيل باشا، وإلا أقابل اسماعيل باشا. طبعا الحراس منعوه، ما هو مش أي حد هيخش على اسماعيل باشا عادي كده، هو بقى يا قاتل يا مقتول. أنا هخش أشوف اسماعيل باشا، ولو هو أمير فأنا غيره. هيخو 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 هيخو. المهم دخل عند قصر اسماعيل باشا ودخل لاسماعيل باشا، وأول ما شافه راح نزل ركبة ونص وقال له مولاي الحاكم عمك الجليل تعيش انت. طبعا خد الخبر بمنتهى الحزن ورقص وهيص وفرح واصحابه يباركوا له ويبوسوه ولا كأنه فرحه. بعد كده افتكر ان هو عمه عيب يعني، فراح اترحم عليه وطلب من صحابه يقروا الفاتحه، وبعدين بص على الراجل كده وقال له قم يا بيه، يعني بالصلاة على النبي كده خد البكوية. يقوم الراجل مش يروح بيته أبدا، يروح للمكتب ويلاقي المدير نايم فيصحيه ويقول له يا بيه يا بيه الخبر وصل. طبعا هو قام وفرح ومش دريان بحاجة ولسه هيطلع، يقول له استنى فين حلاوة ممس، يقول له يلا مش خسارة فيك ادي ال 500 فرنك. مدير المكتب خد الخبر وراح لقصر اسماعيل باشا وهو عشمان قوي بقى ان هو هياخد البشويه. اول ما وصل لقى اسماعيل باشا بيهيص وفرحان وخلاص خد الخبر من زمان. وقتها فهم اللي فيها وعرف انه خلاص خد مقلب. قال في دماغه انا همسك النصاب ده وارنه علقه واعرفه مقامه، ده خد مني البكويه وخد مني ال 500 فرنك. بس بصراحه هو ما عملش كده، ما خلاص بقى بيه زي وتساوي الروس. ودي تبقى اشهر عمليه نصب حصلت في عهد الخديوي اسماعيل، واللي اتذكرت في اكتر من مرجع تاريخي. وقال على راي المثل الحياه فرص بس اللي يستغلها. عايم في بحر الغد شط الندى مليان بقلوب مليها الشر، والبر ماله امان يجي الخسيس منه، اما الاصيل غرقان والقوي في قوته، بس على الغلبان شيطان ضحك عالكل، والذل كان عنوان نشر الفجور والظلم ما بين بني الإنسان. ولما قبضوا التمن الكل باع وخان، واللي عامل حبيبي على حقيقته